الله الرحمن الرحيم، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها المؤمنون، لا زلنا جميعا مع معرفة معنى التوبة النصوح، لأنه شحال من واحد عنده النية الصادقة باش يتوب، ولكن مع الأسف ما عرفش شروط التوبة النصوح، يعني التوبة الحقيقية اللي كيمحي بها الله سبحانه وتعالى الذنوب وكي يدير في بلاصة الحسنات. التوبة الحقيقية اللي ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم لقوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. أهل العلم الربانيون من هذه الأمة اجتهدوا بالبحث ديالهم من الكتاب والسنة بتعريف التوبة النصوح. في تفسير ابن كثير قال زر بن حبيش: فقلت لأبي بن كعب: فما التوبة؟ هذا الرجل أبي بن كعب يعني هو صحابي جليل من أكابر الصحابة، هو اللي قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: قرأ علي القرآن. قال له أبي بن كعب: أقرأه عليك وعليك أنزل يا رسول الله؟ قال له صلى الله عليه وسلم: أحببت أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فبدأت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان بالدموع، فقال له صلى الله عليه وسلم: حسبك، يعني وقف، يعني بارك عليك. هذا الصحابي الجليل قال له زر ابن حبيش: فما التوبة؟ يعني النصوح، يعني أشنو هي الشروط ديال التوبة النصوح، اللي كل حاجة يعني كتبنا على القواعد ديالها باش تكون منظمة. وهذا الدين القويم اللي كرم به الله عز وجل الأمة كله منظم، عنده ضوابط شرعية ما كيخش الإنسان المؤمن يخرج عليها، وخيكون من أكابر العلماء والمحدثين. يعني الإنسان كاع اللي كان يجتهد تيكون خص هذاك الاجتهاد ديالو يكون كيوافق السنة. إذا ما كانش هذاك الشيء اللي كيجتهد به في الكتاب ولا في السنة وكان كيجتهد، كيخص هذاك الاجتهاد ديالو يكون موافق للقرآن الكريم أو للسنة. يعني ما عندوش الحق باش يخرج على الكتاب والسنة، لأن الإنسان هو ماشي ديال راسو، هو ديال الله عز وجل، ما يمكنش يخرج على الضوابط الشرعية ديال الدين. قال زر بن حبيش: فما التوبة النصوح؟ فقال له أبي بن كعب رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: هو الندم على الذنب حين يفرط منك فتستغفر الله بندامتك منه عند الحاضر، ثم لا تعود إليه أبدا، ثم لا تعود إليه أبدا. ومن الشروط الخمسة ديال التوبة النصوح: العبد التائب كيخصو يبغض الذنب كما كان واحد البغض شديد، وفي النية ديالو أنه كيبغضو طاعة لله عز وجل وللرسول صلى الله عليه وسلم، ما عندوش مصلحة هو في نفسه. وهذا الموقف إلا التزم به العبد التائب هو كيكون دليل على صدق الإيمان ديالو بالله عز وجل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث في صحيح البخاري: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. يعني الإنسان هو من المسائل اللي كتزرع في القلب ديالو حلاوة الإيمان، وهو الهم ديالو كي يحب هذاك الشيء اللي كيحب الله والرسول، وكيبغض هذاك الشيء اللي كيبغض الله والرسول.
ما كيخرجش على هاد جوج المسائل، وكيكره باش ما يعاودش في الكفر، يعني كيبغض الكفر واحد البغض شديد، كما انه يكره باش يتقذف في النار يوم القيامة او في الدنيا. ومن الشروط السادسة ديال التوبة النصوح أن يستغفر الله تعالى العبد التائب كلما ذكر ذنبه في نفسه أو تذكره. يعني ملي تيكون الإنسان تيخمم وكي يتذكر في النفس ديالو هذاك الذنب، يعني الذنب راه الإنسان إلا بغى الله يغفر ليه ما خصوش يجهر به. يعني الإنسان ستر الله سبحانه وتعالى دار واحد الذنب في الخفاء ما يجيش يعاودوا للناس، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم كيقول كل ذنب مغفور إلا المجاهر. يعني الذنوب كلها كتغفر من الله عز وجل إلا تاب الإنسان واحد التوبة نصوحة، ولكن إلا كان كيجهر بها للناس، يعني هذوك الناس راه غادي يسمعوا منه هذيك الوسائل وهذيك الطرق باش يرتكبوا هذيك الذنوب، وغادي يقلدوه هو يكون ارتكب واحد الذنب آخر، واخا يعني هو تاب من هذاك الذنب، هذيك المعلومة ديالو كتبقى تتستخدم في اقتراف ذنوب أخرى، لأنه هو قالها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كيقول كل ذنب مغفور إلا المجاهر. فالإنسان كل ما ذكر هذاك الذنب في نفسه في الخواطر ديالو أو تذكرو كيستغفر الله سبحانه وتعالى، كيطلب منه يعني عن طريق الدعاء باش يغفر لي الله سبحانه وتعالى هذاك الذنب ديالو. واستغفار العبد التائب كلما ذكر ذنبه في نفسه أو تذكره هو دليل على صدق توبته. ومن الرحمة ديال الله سبحانه وتعالى أنه سبحانه وتعالى كينسي العبد التائب الذنب ديالو إلا غفروا ليه، ما كيبقاش يتذكرو إلا قليل من المرات. ومع هذا كل ما تذكرو أو ذكرو في نفسه كيستغفر الله منه سبحانه وتعالى عن طريق الدعاء، يطلب الله سبحانه وتعالى عن طريق الدعاء باش يغفر لي هذاك الذنب ديالو. وقد روي عن أنس رضي الله عنه حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تاب العبد من ذنوبه أنسى الله حفظته ذنوبه وأنسى ذلك جوارحه ومعالمه من الأرض حتى يلقى الله وليس عليه شاهد من الله بذنب. يعني الإنسان المسلم إذا تاب من الذنب ديالو وبحث التوبة يعني صادقة فيها إخلاص الله عز وجل بوحده من غير ما يقصد باش يكسب منها شي مصلحة هو لنفسه، هذا العبد التائب بهذه الصفة من الرحمة ديال الله عز وجل كينسي الملائكة الحفظة هذوك الذنوب، يعني الملائكة اللي يزموا عليه هذوك الذنوب ومحتفظين بها إلى يوم الحساب باش تكون كتشهد عليه. أو كينسي كذلك الجوارح ديالو، لأن هاد الجوارح ديال الإنسان فيها شي حاجة بحال آلة التسجيل بقدرة الله السميع العليم، كيشهدوا على صاحبها يوم الحساب كما جاء في القرآن الكريم، حيث قال الله سبحانه وتعالى ويوم نحشر أعداء الله إلى النار ويوم نحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فالإنسان هو يعني راه مراقب بقدرة الله عز وجل من كل جوانب، فإلا كاع كان بوحدو ما شافو حتى شي حد يعني وارتكب شي ذنب بواسطة هذوك الجوارح ديالو نيت، راهما هذوك الجوارح راه كانوا يكونوا يسجلوا هذاك الشيء اللي كان تيدير وكيبقاو محتفظين به حتى يشهدوا عليه، هما راه ما راضيينش، لأنه هاد الجوارح اللي هي الأجسام ديالنا الأصل ديالها هي مؤمنة، واخا كتكون عند الكافر الجسم ديالو أو الملحد. هكذا خبرنا الله عز وجل بهذا المشهد الغيبي في القرآن الكريم. في القرآن الكريم إلى تدبروا الإنسان بصدق كيعطيه الحقيقة اللي كتكون في الدار الآخرة كأنه كيشوفها بالعين ديالو مباشرة. وكذلك كما جاء في هذا الحديث
كينسي الله عز وجل العبد التائب إلى تاب بالمعقول معالم الأرض، يعني البلايص اللي في الأرض كان ارتكب فيها هو هذاك الذنب، شي حاجة يعني حجار أو نمال أو أي حاجة من المعالم يعني شافتو، سواء جامدة ولا حية، راه كتبقى تشاهد، حتى الأرض بنفسها كتشهد عليه. كينسيهم الله سبحانه وتعالى هاد الذنب اللي ارتكبوه هو، باش ما يبقاش عليه شي حد في هاد الأرض باش يشهد عليه بالذنب ديالو يوم القيامة، يوم الحساب. لأن يوم الحساب كتكون واحد المحاكمة عادلة من الله عز وجل، ما فيها غرام أو أقل من غرام ديال الظلم. لأن الله سبحانه وتعالى خبرنا في الكتاب ديالو حيث قال: وما ربك بظلام للعبيد. يعني هاد الكلمة ديال ظلام للعبيد، يعني واخا تكون غير شعرة أو قل من الشعرة ما كتبانش ديال الظلم، ما كيحكم بهاش الله سبحانه وتعالى، ما كيظلمش بها الله سبحانه وتعالى العبد ديالو. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لحسن الأقوال والأعمال والأفعال، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وإلى لقاء آخر في نفس الموضوع، والحمد لله رب العالمين.